موعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله. جليل النعم باعث الهمم بالجود والكرم، جعلت أهل القرآن مزية ومزية ومنزلة رفيعة عالية. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صحبه ومن والاه. أيها الحضور الكريم، ألا إنه التنزيل والذكر والهدى، ففيه من الإعجاز ما لفكر عاجز تحدى به الأقوام، فالكل مفهم فأكرم بتاليه وأعظم له الأجر. وفيه من الإعجاز ما حير الفكر، وأي بليغ ما تغنى به فخرا. أيها الآباء، أيها الحضور الكرام، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها وفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه أروع من الجمال، بل هو السحر الحلال، اجتماع هذه الوجوه الطيبة مع هذه البراعم الفتية التي تحاول جاهدة شق طريقها في تعليم وتجويد كتاب الله. فنقول لهم: اقرأ لعل الله يوقظ غافلا،
اقرأ ليهدأ كل قلب مروع. يا قارئ القرآن ليلك واحة، اقرأ كتاب الله فهو خير شريعة. والأفق عندك منظر خلات، نهر الحياة سراب. بارك الله فيكم وفتح عليكم من أبوابه ومن أبواب فضله، وثبتكم على نعمه وعلى تعلم كتابه وتجويده، وجعلكم من البررة المتقين. نسأل الله تعالى أن يرزقكم العمل به بكتابه الكريم والحفاظ على سيرة نبيه المختار. في هذه النسخة الثالثة لن أنسى ولن ننسى أبدا أن الأب ليس الأب من ترك أولادا وترك لهم نقودا وذهبا، إنما الأب من ترك في أولاده أخلاقا وعلما. رحمة الله عليك أبي، أعطيتنا ندرة عملة نادرة طواها الزمن في أحشائه، ولا يعرفها إلا من كان ذو أصل، فشكر الله لك ما دام الدهر أبدا. لك أبي أن ترقد وأن تنام في قبرك، فنحن يا أبي على دربك سائرات، وسيظل حبل الدعاء هو الوصل بيننا. فاللهم يا رب افتح على قبره نافذة من نسائمك ومن نسائم برك ورحمتك لا تغلق أبدا. وبما أن الأشياء الثمينة لا تتكرر مرتين، لذلك نحن لا نملك إلا أبا واحدا. فبسم الله مرساها وبسم الله مجراها. طالب طالب يا أيها أسعدت أمور آمولات الخيمة، أعطيني بوايدة باش نزوق لوحتي عند الطالب، والطالب واصحابه في الجنة يتصابوا، والجنة محلولة حل الهم ولانا. يا شباب الجيل واه طال الليل قم وعمل تاويل، غانا في حالة ضيعنا الإيمان ونهار البنيان وعمات الأذهان على الأصالة. مولانا نسعى ورضا وعلى بابك واقفين، لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. طالبين وما طلبوا راغبين وما رغبوا، سيادي رجال الله مولانا يداوي الدواء. ارفعنا الحقات ونكرنا المجاد، يا حسرة ونسيان ولينا على وشربنا الخمور واختار. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن على جبل لرأيته
كريمية من مدرسة الحيمة، فلتتفضل إن شاء الله تعالى. مرحبا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أخرى من فقرة المديح والسماع مع المنشد المتميز المتألق سيدي مصطفى الناوي، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه ولا يدخر جهدا وكلما طلبناه إلا واستجاب لطلبنا ودعوتنا. نسأل الله تعالى أن يبارك فيه ولما وهو يذكرنا بالخصال الجميلة والأخلاق الحميدة وثناء على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعله يريد أن يبوح لنا بكلمة فليتفضل إن شاء الله قبل مدح النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعداء بلقياكم مرة أخرى في عام جديد مع هذه الثلة الطيبة المباركة وهذه الوجوه النيرة في ذكرى هذا الشخص العظيم سيد الحاج بشعيب الحيمر، الذي نسأل الله تعالى أن يتغمد الفرج في واسع رحمته وأن يجعله إن شاء الله من الصالحين ومن الذاكرين، وأن يعتق رقابه ورقابنا ورقاب آبائنا وجميع الحاضرين من النار في هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من شهر رمضان. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين من الناس اللي غادي يدركوا ان شاء الله ليله القدر. نسال الله تعالى ان يتقبل منا الصلاه والصيام والقيام وجميع الاعمال الصالحه، كما نسال الله تعالى القائمين الاطر، جميع الاطر بدون استثناء، الاسره العائله الطيبه اصحاب هذه المدرسه، الذي نسال الله تعالى ان يبارك فيهم وان يبارك في اعمارهم وفي ارزاقهم، وأن يجمع شملهم وشملنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام الله يا جمعة جميعا صلوا على رسول الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام تشوقت روحي لشوق الوديع تشوقت روحي لشوق الوديع فأنا ربي قل بيدي فأنا ربي قل بيدي اللهم صل على المصطفى اللهم صل ما شاء الله عليكم حبيبنا محمد حبيبنا محمد عليه هل محبة قالوا لي هي ابنك الله بها هي ابنك الله بها رمقا علي ناري هل لك تبحر فيها هل لك تبحر فيها الله 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 يا الوردين على زرزر خلي ودينا وابندو خلي ودينا وابندو يا حبيبنا يا محمد سلطاننا يا ما حنو سلطاننا يا ما حنو الله 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 هذه ليلة مباركة ميمونة ميمونة يربح من صلى على رسول الله يربح من صلى على رسول الله هذه ليلة مباركة ميمونة ميمونة يربح من صلى على رسول الله يربح من صلى على رسول الله النور طالع يتلألأ يتلألأ من قبل العابين جد الله الله من قبل العابين جد الله الله اثبتنا يا محمد يا محمد وخلتنا فينا الحرق الله الله خلتنا فينا الحلق الله 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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الخدود لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على وتبركوا باسمه تعظيما المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكيني بين وجدي وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي الله الله أشكيني بين وجدي وحالي الله الله وأقول لي مين النبي غالي الله الله اللي غير أحوالي للغرب برسول الله المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء الله يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة الهلال يا أبا الزهراء واعطني كل محب مناه المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء شلتوها ما شاء الله عليكم النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا حبابي الله الله يا سيادي الله الله يا حبابي الله ربي موجودا الله الله يا حبابي الله الله يا سيادي الله الله يا حبابي رحمة ربي موجودة ربي واجعل والدينا بنعيم خالدين واسقهم حوضا معينا بالحبيب مولاي محمد الله الله يا حبابي الله الله يا سيادي الله الله يا أيها الذين
يختلفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. آل وذوي المرحوم الشرفاء، السادة أهل العلم والقرآن الأجلاء، السيدات والسادة أعضاء اللجنة المحترمة، السيدات والسادة الأطر التربوية والإدارية في كل من مؤسسة الأمراء ومؤسسة النهضة الحسنية ومؤسسة الحيمن، أبناءنا المتبارين للمكرمات، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة عظيمة وسنة حميدة دأبت عليها أسرة المشمول برحمة الله تعالى الحاج بوشعيب الحيمن. إنه زمن يوقف فيه التاريخ عجلاته لنذكر فيه بخصال وشيم المرحوم ولنستحضر روحه الطيبة في حفل قرآني بهيج ومجلس تتلى فيه آيات بينات من الذكر الحكيم ويصلى فيه على خير البرية. اللهم اجعل الملائكة الحافين حولنا يدعون للمرحوم بالرحمة والمغفرة ويدعون لنا بنهج الصراط المستقيم. وما أعظم هذه المناسبة كونها تقام في شهر كريم، شهر العفو والغفران والعتق من النار. اللهم اشمل المرحوم برحمتك وأدخله جنتك بشفاعة القرآن وشفاعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الحضور الكريم، اسمعوا لي أن أدلي بكلمات فاضت بها قريحتي، كلمات متواضعة في حق شخص عظيم. يا أيتها النفس المطمئنة، عشتي كريمة ومتي كريمة، عشتي نبراسا وهاجا ولا زالت حكمك نعم السراج، فطوبى لك. يا أيتها النفس المطمئنة، دعوات أهلك وذويك وأحبابك وأصحابك صدقة جارية لروحك تضيء قبرك، فطوبى لك. يا أيتها النفس المطمئنة، قري عينا، فهذا مجلس العلم والعلماء ومحفل القرآن ومدح الرسول عليه السلام، فأنت بيننا تلالين الأجر والثواب، فطوبى لك. يا أيتها النفس المطمئنة، صدقاتك الجارية لا زالت مستمرة جارية، علمك وعملك لا زال ينتفع بهما، نهجك في الحياة لا زال يقتدى به، فطوبى لك. أيها الحضور الكريم، باسم الطاقمين الإداري والتربوي وباسم كل العاملين في مؤسسة الأمراء ومؤسسة النهضة الحسنية ومؤسسة الحيمن، نشكر كل من ساهم في إحياء هذه المناسبة والسهر على تنظيمها. كما نتقدم بالشكر الجزيل لأسرة المرحوم الذين دأبوا على جعلها موسما سنويا وصدقة جارية، وحرصهم الشديد على أن تمر في أحلى الكلل. كما نتوجه بالشكر إلى شيوخنا الكرام الذين أحيوها بأبهى التراتيل وأجمل الأمداح، وكذا لجنة التحكيم ونصائحهم الناشئة، وفقهم الله لصالح الأعمال وجزاهم الله خير الجزاء، وبالتوفيق لأبنائنا البررة كالتبارين. في الأرحم وفي الحاج من نطفى صورني. اللهم صل على رسول الله. اللهم صل على حبيبنا محمد عليه السلام. يقول لما شاء كن فيكون ويبدئ سبحانه ويعين ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد.
عندي طبيب يعالجني قال في متولع بالحبيب هنا الشرفاء وهنا أهل الوفاء ثم قبر محمد عليه السلام أزوقنا بحماك جود يا محمد يا طه يا بحر التعظيم يا فضل يا رسول الله أزوقنا بحماك جود يا محمد يا بحر التعظيم يا فضل يا رسول الله ليل وليلي جد ولا حب ولا تدبير في القضاء ولا حيلة من أمرني بالصبر والتعطيلة والله ما بديت هذا التوسل حتى تيقنت ما قدرتك الجلية تعطيني ما نريد في هذه الساعة أقوم قوات مدحوا لله يا العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعات الله صلوا فيها على رسول الله قوم قوات مدحوا لله يا العرس حبينا يا مولانا يا المصطفى يا المبجل ارفق بعهد هواك ويا سكر يا محمد في القليب سواك أرص يوم القيامة تفتح باب الفلاح وعند المرات والقمرات تأتي حر الدواحي الله الله مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا تبون خلق الدنيا الله الله مولانا الله خلق مولانا الله مولانا تبون خلق الدنيا هذه ساعة ومحلاها هذه ساعة ومحلاها هذه ساعة ومحلاها دراسة النهضة الحسنية مولتها الله الله مولانا الله مولانا الله مولانا ساعة ومحلاها هذه ساعة ومحلاها هذه ساعة ومحلاها هذه ساعة ومحلاها هذه ساعة ومحلاها هلا الحجة مولتها الله مولانا الله مولانا الله مولانا تبارك خلق طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا بتحياتي وجهي وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر صلوا على رسول الله لله داعي أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر مطاع جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسقا كان تسعده بسمة المسقى سيد في الكرم قمة في العطاء وأنكم وصلتوا أنكم تطلعوا لنا من الأرض فهذا فضل من الله تعالى. فنسأل الله العظيم أن يجعلكم من حفظة القرآن وأن يفتح عليكم فتوح العارفين ويجعلكم ممن يقرأ ويرتقي في منازل الجنان وأن يجعل القرآن نورا ربيع قلوبكم ومصباح دروبكم فتابروا وجاهدوا واجتهدوا في هذه المسيرة هذه إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق وما تخاصموش معنا راه كل شيء رابح كل شيء هذا ولكن ضروري غادي يكون واحد غادي شي مخرج ديال الحرف دارو صحيح ولا بواحد النبره ديال الصوت كانت عاليه وهذا انه وصل لهذا ولكن على العموم ما شاء الله عليكم كلكم فائزين. وخير دليل أستاذات هو أن هؤلاء اللي شاركوا معنا جميعا سمعوا تصفيقات حارة غيصفقوا عليهم هاد الناس. كلهم فائزين إن شاء الله تعالى. إذا شكرا لكم إن شاء الله حفظكم الباري إن شاء الله وأثبت صدركم يخرج أحد خالي الوفاض. حتى واحد ما غادي يمشي بيديه خاوية أبدا. وأقول لكم يعني أنتم قراء وقارئات ما شاء الله عليكم. ويعني وجدنا صعوبة بالغة في تحديد المراتب الثلاث الأولى واعتمدنا على فارق دقيق من حيث الأداء الصوتي ومن حيث النغم ومن حيث الإبداع الصوتي. أما على مستوى القواعد فكلكم ما شاء الله متقنون اللهم إلا بعض الملاحظات الطفيفة. فبارك الله فيكم وأوصيكم وكما قلت سابقا لا تنحازوا عن طريق القرآن. جائزتكم الحقيقية هي القرآن الكريم، هي فوزكم وهي نجاحكم وهي فلاحكم. فلا تنحازوا عن طريق القرآن أبدا تلاوة وتعلما وتدبرا وتدارسا. وفقكم الله لما يحب ويرضى. شكرا أستاذي على هذه التوجيهات القيمة السديدة. والآن إن شاء الله تعالى كما قلنا راه ماشي غير هما اللي فائزين، احنا فائزين شاركنا معاهم وصبرنا وريحنا ومكتنا ودرنا الرباط. فذلكم الرباط فذلكم الرباط. مجاهدة النفس والمكت على طاعة الله من أعظم أنواع الطاعات والعبادات. فنحن الحمد لله في يوم عظيم عند الله تقربنا إلى الله بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن. فهنيئا لكم جميعا. نسأل الله تعالى يكون هذا المجلس حجة لكم يوم القيامة إن شاء الله. حجة لكم لا حجة عليكم. يرفعكم ويشفع لكم وينفعكم إن شاء الله تعالى. الآن اللحظة الأخيرة الحاسمة إن شاء الله. كما قلنا كنا فائزين يا غير فائزين زيدوا نسمع زيدوا نسمع تبارك الله مباركين ما شاء الله. شكرا جزيلا شكرا. المرحلة حساسة عرفتي وليدات ما نعاودش ولكن تبارك الله هذو ما شاء الله كبار في عقلهم وقلوبهم. إذا إن شاء الله عز وجل نعلن عن المراتب الثلاث الأولى وعن الحاصل على المرتبة خبر
إذا نبداو بالمجموعة الثالثة إن شاء الله. المجموعة الثانية المقصود بها الوليدات إن شاء الله عز وجل اللي كلهم خذوا جوائز بإذن الله تعالى. إذا بإذن الله تعالى تلميذة إيمان صابر اللي غادي تعطيها إن شاء الله تعالى الجائزة اللي هي الحاجة مريم إن شاء الله تعالى. مريم الحيمر فلتتفضل مشكورة إن شاء الله تعالى. شوف الناس مصورين اللي يشوفوا المكان المناسب. تبارك الله على إسراء، ممتاز، ثقة الله على إسراء. بعدها مباشرة معاذ مساوي، ثقة الله على معاذ، ما شاء الله. تلميذ صوت جميل، أداء جيد، في تحسن إن شاء الله، وقيل إن شاء الله سيفاجئنا ولا محالة. أعلم الناس زهراء كريمي، ما شاء الله، ثقة الله عليها كذلك. الصورة الكارية مع الأستاذة مريم إن شاء الله. نفع الله بك إن شاء الله يا بنيتي. إن شاء الله باقي الوقت قدام. رميساء والآن الطلحي، ممتاز، ثقة تحرر عليها كذلك، ما شاء الله. التلميذ وليد الكوفي، مرحبا سي وليد. وليد ممتاز، حرصك على القرآن وحبك القرآن وثقة تحرى عليه مرة أخرى، بارك الله فيكم. بعد وليد تأتي التلميذة مروة حسين، مرحبا، ثقة تحرى عليها، تشجيعنا. قلت لكم كل شيء رابح، كل شيء فائز والحمد لله. جمال إن شاء الله العام الجاي باقي الوقت. بعدها التلميذة هاجر أكنو، برافو هاجر، تحرى عليها. برافو هاجر أكنو. بعد هاجر وئام، بعدها إن شاء الله. وئام ممتاز بنيتي، رضي الله عنك ووفقك الله لكل خير. مرحبا، وثقة تحرى على دعاء. الدعاء سر عظيم، يا دعاء لا تنسي الدعاء، فإن في الدعاء ما فيه من الخيرات والبركات. وثقة تحرى على دعاء، تحرى عليه ما شاء الله. الله يبارك والوالدات المسلمين جميعا يا رب. وحمد أمين الشافعي، ثم بعده فضل زراء جميلية نسمع إسماعيل كريمي، ما شاء الله، الفقيه الصغير صاحب الصوت الشجي النبي، ما شاء الله. ثقة تحرى عليه، الله يجزيه بخير، بارك الله فيكم. سابقين، ويحصل عليها عصر شوي مزيان، ويحصل عليها التلميذ من مؤسسة، وهي مؤسسة مباركة، ألا وهي تخص ذلك التلميذ الذي هو فليكن هو ذلك السفير، ألا وهو مصعب بن حدون طوارات. ويقدم له هذه الجائزة،
الحاج عبد القادر فليتفضل مشكورا. القرآن والله لا يجمعنا إلا هم القرآن وحب القرآن. الله يشفع فينا القرآن. بعد المرتبة الثالثة كشف مرتبة أولى ثانية على من كل زمان. لا الأولى بغينا الأولى الثانية. وإذا قيلت الثانية قيلت الأولى تحصيل وحاصل وليس كذلك برأيها. الأولى بإذن الله. إذا قلنا المرتبة الثالثة حصل عليها مصعب. لما قدرت شوية بزاف ماشي مشكل غلطت ولا بقاوش ندير شوية ضحكوا. المهم المرتبة الثانية إن شاء الله عز وجل لن يحصل عليها إلا تلميذ أو تلميذة بطبيعة الحال، ولا بد أن يكون إما ذكر أو أنثى، فليكن أو فلتكن ايش من رتبة ثانية التلميذة مريم مصباح. ما شاء الله بارك الله. إذا يسلم هذه الجائزة الأستاذة الحاجة ليلى الحيمر، فلتتفضل مشكورة مأجورة إن شاء الله. إذا شكرا للجميع، بارك الله بالجميع وسعد الله الجميع. وبعد البطل اسمعوا سميه ما شئتي. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ما شاء الله. إذا المرتبة الأولى التلميذ المتميز صاحب الصوت الشجي النبي القواعد والضبط، وسلن يكون إلا إن شاء الله تعالى إلا حافظا للقرآن، سيعلنها الآن من آن إن شاء الله، وسيكون إمام إن شاء الله عز وجل وحامل كتاب الله ومتفوق في دراسته وفي دينه ودنياه إن شاء الله. أسعدك الله دنيا وآخرة. التلميذ ياسر قعيشي من مدرسة مناسبة حيوان. وصاحب المرتبة الأولى تسلمه الأستاذة الحاجة نجاة الحيمر، مسكها ختام إن شاء الله. المباركة التي قد أنجبت. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله شكرا لله. كل من شارك في هذا الحفل البهيج اللهم يا ربي أسعده دنيا وآخرة، اللهم أسعده دنيا وآخرة. اللهم إن كان لنا فينا واحد له هم فاللهم فرجه، اللهم إن كان منا عنده غم فاللهم اكشف. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدعنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تلميذا أو طالبا إلا ووفقته وسددت خطاه. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة من كان سببا في جمعنا هذا حاج شعيب الحيمر، نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يعلي شأنه وأن يغفر ذنبه وأن ييمن كتابه وييسر حسابه. اللهم اجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا رب اللجنة المباركة التي قامت بالإشراف على هذا الحفل البهيج من ابتداء وانتهاء من إخراج وتصوير وغير ذلك، كل الإخوان الذين شاركوا، اللهم يا رب اجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. اللهم يا رب ارفع قدرهم واعلي شأنهم. اللهم يا رب كل من أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، اللهم يا رب صب عليه الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشه كدا كدا.
اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة أسعدنا في الدنيا والآخرة. إخوان ديالنا الوليدات ديالنا اللي شاركوا في هذه المسابقة اللهم احفظهم بحفظك يا الله واسترهم بسترك يا الله. اللهم بارك فيهم يا الله. اللهم بارك في هذه المؤسسة ولا مؤسسة ناظر الحسنية ولا مؤسسة مشعل الحمد، فكل هذه المؤسسات اللهم بارك فيهم يا الله. صلى الله عز وجل الأطر اللي فيها كامل وقائمين على التل الناشئة الطيبة المباركة اللهم يسر أمورهم يا الله. اللهم يا ربي أغدق عليه من شأن الخيرات والبركات يا الله يا كريم. حاجة الله يبارك في العمر ديالها، اللهم بارك في عمرها، اللهم بارك في عمرها، اللهم زكي عمرها. صلى الله عز وجل وليداتها وبنياتها ونسابها والأطفال ديالها وجميع الإخوان والأخوات الحاضرين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة يا ربي نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعتنا وتزد بها ألفتنا وتحفظ بها غائبنا وتردنا بها إلى دينك ردا جميلا وتحيينا بها حياة طيبة يا الله يا كريم يا رحمن الدنيا والآخرة. احفظ هذا المكان بحفظك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا، اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله بلد القرآن نعتز بالقرآن ونفرح بالقرآن. اللهم احفظ أهل القرآن، اللهم احفظ أهل القرآن يا ربي إنهم يوصلون إلى طاعتك وإلى بر الأمان وإلى بر النجاة. اللهم يا ربي اللهم يا ربي وفقهم لكل خير يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا كريم يا رحمن الدنيا والآخرة. لك بلاد محمد السادس أمير المؤمنين اللهم احفظه بحفظك واستره بسترك. اللهم وفقه لما تحب وترضاه. اللهم يسر أمره، اللهم شافيه وعافيه. اللهم كلل جميع أعماله بالنجاح والتيسير والخير والبركة واحفظه بولي عهده وولي الحسن وأنبته حسنا نباتا حسنا يا الله يا كريم. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.